عمرك سمعت عن واحد يسيب بلده وأمه وشغله ومستقبله كله عشان بنت؟ طب تخيل ان نفس الشخص ده بعد سنين يتحول لواحد من اخطر جواسيس الموساد ضد مصر. والاصعب ان النهاية ما كانتش على ايد اعدائه، النهاية كانت على ايد المخابرات المصرية اللي قلبت حياته جحيم. النهاردة هحكي لك حكاية باروخ زكي مزراحي، الجاسوس اللي باع وطنه وفي الآخر خسر كل حاجة. باروخ زكي مزراحي اتولد سنة 1926 في حي الحسين بالقاهرة، وسط الأزقة القديمة والبيوت الشعبية والريحة المختلطة بين البخور والقهوة والدخان. كان يهودي مصري من عيلة مزراحي، وهي عيلة يهودية قديمة جدا ليها جذور في القدس من مئات السنين. أبوه زكي باروخ كان تاجر دخان معروف وعايشين حياة مستقرة نسبيا، لكن الدنيا اتقلبت فجأة سنة 1933 لما الأب وقع ميت بأزمة قلبية مفاجئة في شارع كلود بي بالفجالة. باروخ وقتها كان طفل صغير لسه ما كملش 8 سنين، وفجأة لقى نفسه من غير أب ومن غير سند. أمه اضطرت تنزل تشتغل خياطة عشان تصرف على البيت، وكان عنده أخ اسمه ماير وأخت اسمها إيفيت. من هنا بدأت أول عقدة جوه شخصية باروخ، الإحساس بالنقص والخوف من الفقر والرغبة إن يبقى أهم من أي حد حواليه. دخل مدرسة الفرير القديس يوسف وتعلم فرنساوي بشكل ممتاز جدا، وكان ذكي فعلا. بعدها دخل تجارة جامعة القاهرة وتخرج سنة 1948 تخصص محاسبة. اشتغل في أكتر من شغلانة، شركة استيراد، شركة أدوية، مدرس فرنساوي في مدرسة الأقباط الكبرى بالأزبكية، وبالليل يشتغل سمسار في شركة تانية. يعني الراجل كان بيجري طول اليوم عشان يعيش حياة مستقرة، لكن رغم كده كان حاسس انه اقل من الناس الاغنياء اللي حواليه. كان نفسه يبقى غني مهم صاحب نفوذ، وده بالظبط النوع اللي اجهزة المخابرات بتحبه جدا. سنة 1955 اتعرف على مدرسة شقرة اسمها فورتيني. باروخ اتعلق بيها بشكل مرعب، حبها لدرجة انه كان مستعد يعمل اي حاجة عشانها. بعد فترة طلب يتجوزها، لكن الصدمة انها رفضت، مش لانه وحش لكن لانها كانت ناوية تهاجر لإسرائيل، وعيلتها كلها سبقوها هناك بعد 1948. قالت له بمنتهى الوضوح لو بتحبني تعالى إسرائيل. الجملة دي حرفيا غيرت مصيره بالكامل. باروخ حاول يقنعها يفضلوا في مصر، شغلهم كويس وحياتهم مستقرة وعندهم مستقبل، لكن هي كانت شايفة ان مستقبل اليهود الحقيقي في إسرائيل. ومع الضغط العاطفي سقط باروخ. وقتها كان لسه مسموح لبعض اليهود بالهجرة الرسمية. باروخ راح مجمع التحرير وطلب تصريح سفر بلا عودة. تخيل حجم الصدمة، راجل اتولد وتربى وعاش عمره كله في مصر، فجأة يقرر يسيبها نهائي. وفي يناير 1957 أقنع أمه تسافر معاه رغم أنها كانت رافضة. يوم 6 فبراير 1957 ركبوا السفينة من مصر لميناء بيريه في اليونان، وكانت فورتيني معاهم. وهنا بدأت أول علامة غريبة. باروخ لاحظ ان مندوبين الوكالة اليهودية بيعاملوا فورتيني باهتمام كبير جدا، كأنهم يعرفوها من زمان. ومن اليونان سافروا لحيفا، وكان فاكر ان الحلم بدأ، لكن ما كانش يعرف ان الكابوس هو اللي بدأ فعلا. باروخ كان متخيل انه رايح ارض الاحلام، لكن اول ما وصل اتصدم. بدل ما يعيش حياة مترفة اتحط هو وامه في مستعمرة فقيرة اسمها معجان ميخائيل. أمه اشتغلت خياطة وهو اشتغل عامل زراعة بالأجرة. تخيل الإهانة اللي حس بيها، راجل خريج تجارة ومدرس فرنساوي ومحاسب بقى بيشتغل فلاح. والصدمة الأكبر إن اليهود الشرقيين وقتها كانوا بيتعاملوا كمواطنين درجة تانية مقارنة باليهود الأوروبيين. باروخ بدأ يحس إنه اتخدع. وبعدين جت الضربة القاضية، فورتيني نفسها اتجوزت راجل غني وسابته، مصيبة سودة. هنا اتحطم نفسيا بالكامل. بعدها اشتغل شرطي في حيفا بمرتب ضعيف جدا، وتعرف على واحدة اسمها مارجريت كانت شغالة في شرطة الآداب واتجوزها بسرعة. لكن باروخ كان جواه غضب وكراهية رهيبة وبدأ يتغير.
بقى ياخد رشاوي وإتاوات من البنات اللي بيشتغلوا بنات ليل مقابل انه يسيبهم، وكان بيحاول بأي طريقة يجمع فلوس ويحس انه اقوى. لكن اللي حصل بعد كده اخطر بكتير. في يوم رئيسه قال له عندك مقابلة الساعة 6 مع شخص اسمه فيرد. راح الكافيه وهناك قابل راجل قدم نفسه انه من المخابرات الخارجية الإسرائيلية. الراجل قال له انت مفيد جدا لإسرائيل. ليه؟ لانه مصري عربي بيتكلم فرنساوي وعربي وعبري، فاهم المجتمع المصري وعنده استعداد يعمل اي حاجة عشان يطلع من فشله، وده كان كنز للموساد. في البداية اشتغل مترجم، لكن بالتدريج بدأ يدخل عالم التجسس الحقيقي. الموساد بدأ يدربه ازاي يراقب الناس، ازاي يصور مستندات، ازاي يتواصل برسائل سرية، ازاي يجند ناس، وادوله أجهزة تصوير صغيرة جدا وأسماء شخصيات عربية يتقرب منها. ومع الوقت باروخ اتحول من مدرس هادي لجاسوس محترف. كان بيحس لأول مرة انه مهم، ودي أخطر نقطة في عالم التجسس. الجاسوس ساعات ما بيبيعش وطنه عشان الفلوس، بيبيعه عشان الإحساس بالقيمة. بعدها الموساد بعت باروخ لهولندا تحت غطاء مكتب تجاري، لكن الحقيقة انه كان رايح يتجسس. بدأ يقرب من طلبة مصريين وموظفين عرب وناس ليها علاقة بالشحن البحري وشخصيات مرتبطة بالسفارات، وكان بيحاول يجمع اي معلومة عن الجيش المصري او الاقتصاد او التحركات السياسية او اسماء الضباط او الشحنات البحرية، وكل ده كان بيتبعت لإسرائيل. الموساد وقتها كان شايفه مشروع عميل ذهبي، لكن باروخ كان ناسي اهم حاجة، ان المخابرات المصرية ما كانتش نايمة. المخابرات المصرية بدأت تلاحظ وجود شخص غامض بيتحرك حوالين المصريين في اوروبا بشكل متكرر، مرة يظهر مع طلبة، مرة مع موظفين، مرة في دوائر قريبة من السفارات. ومع الوقت بدأ الشك يكبر، خصوصا انه كان يعرف تفاصيل مصرية دقيقة جدا كأنه واحد منهم. وبدأت عملية مراقبة هادية وطويلة. المخابرات جمعت عنه تحركاته ومقابلاته وأسماء اللي بيتواصل معاهم وحتى الرسائل السرية، لحد ما اكتشفوا الحقيقة ان الشخص ده مش مجرد مخبر صغير، ده عميل موساد كامل. في واحدة من عملياته حاول باروخ يقرب من شخصية مصرية مهمة للحصول على معلومات حساسة، لكن اللي ما كانش يعرفه ان الشخص ده متعاون اصلا مع المخابرات المصرية. ومن هنا اتقفل الفخ عليه. بدأوا يدوا معلومات معينة ويراقبوا تحركاته لحد ما اتأكدوا من كل حاجة، وفي اللحظة المناسبة تم القبض عليه متلبس بمستندات وأدوات تجسس. الراجل اللي كان فاكر نفسه ذكي وبيضحك على الكل وقع بالكامل. اعترف بكل حاجة في التحقيقات وانهياره كان مرعب. اعترف بتدريبه مع الموساد ومهماته وأسماء بعض اللي اتعامل معاهم وطرق التجسس وازاي إسرائيل كانت بتستغل عقده النفسية وطموحه. واعترف كمان انه من يوم ما ساب مصر وهو عمره ما حس بالانتماء لإسرائيل فعلا، كان مجرد أداة. والموساد بالنسبة له ما كانش وطن، كان مؤسسة بتستخدمه وخلاص. في النهاية باروخ خسر كل حاجة، مصر اللي اتولد فيها، حياته القديمة، كرامته، وحتى الناس اللي ضحى عشانهم. البنت اللي سافر عشانها سابته، وإسرائيل استخدمته، والموساد رماه أول ما انتهى دوره. أما المخابرات المصرية فأضافت اسمه لقائمة العملاء اللي سقطوا قدام يقظة رجالها. وده كان درس قاسي جدا، إن اللي يبيع وطنه عمره ما بيكسب.